انتحار فنان مغربي مشهور، وهذه التفاصيل. كشف الموقع الجهوي أجدير بريس نهاية الأسبوع الجاري بأن الفنان المسمى قيد حياته محمد المدني فارق الحياة، موضحا بأنه شاب في عقده الثالث من منطقة أغبلان أي تسخمان شق طريقه في فن الفكاهة الأمازيغية منذ سنوات، وشارك في العديد من المهرجانات بالأطلس والمغرب، كما شارك في عدة سهرات في القناة الأمازيغية، وعرف بتقليده لهرم الكوميديا الأمازيغية لحسن أزاي في سكيتشاته. وأوضحت ذات المصادر بأن الفنان الراحل نقل إلى إحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء قبل أيام، وذلك لتلقي العلاجات بعد إصابته بحروق خطيرة قبل أسابيع إثر محاولته الانتحار بتسلق عمود كهربائي بمنطقة أغبالة. وأضافت ذات المصادر بأن الكوميدي الشاب أقدم على محاولة الانتحار نتيجة قيامه بتوجيه طعنات لشابة في منطقة أغبالة كان على علاقة معها، مشيرا إلى أن هذا الأخير وبعد أن شاهدها والدماء تسيل منها فر هاربا لينتحر خوفا من العقاب، وتم إنقاذه إلا أن حروقه كانت خطيرة مما أدى إلى وفاته للأسف.